تخيل معايا هاد الكارثة، واحد النهار العلماء يعلنوا أنهم نجحوا يصنعوا أول آلة للسفر عبر الزمن. الأول العالم كامل غيفرح، الناس غيبغيو يشوفوا الماضي، الحروب القديمة، الديناصورات وحتى المستقبل. ولكن بعد أيام فقط كيوقع شي حاجة مرعبة بزاف. صور تاريخية قديمة كتبدا تبدل بوحدها، أشخاص كيختفيو من الصور، أحداث معروفة في التاريخ كتولي مختلفة. علاش؟ حيت شخص واحد فقط رجع للماضي وبدل تفصيل صغير. السفر عبر الزمن حتى تغيير بسيط يقدر يقلب الواقع كامل، ويمكن كلمة واحدة تقولها لشخص في الماضي تقدر تمنع ولادة ملايين ديال الناس في المستقبل. وكاين حتى واحد البارادوكس أخطر، إلا رجعتي للماضي ومنعتي والديك يتلاقاو، كيفاش غادي تبقى موجود أصلا باش ترجع في الزمن؟ العلماء كيسميو هادشي مفارقة الجد. وهذا هو السبب علاش بزاف ديال الفيزيائيين كيقولوا ان السفر عبر الزمن يمكن يكون مستحيل، حيث الكون بنفسه يمكن يمنعه. ولكن المرعب اكثر، بعض العلماء كيعتقدوا ان السفر للمستقبل ممكن فعلا. يعني ربما شي انسان في المستقبل يمكن يكون داز حداك دابا وانت ما عارفش.